لو قلت لك إن كانت في ديناصورات بحجم النحلة، هل هتصدق؟ وإن مش كل الديناصورات كانت تقدر تجري وتسبق الإنسان؟ أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من كريبتو. الديناصورات هي مجموعة متنوعة من الحيوانات البائدة، يعني اللي مات آخر أفرادها وما عادش ليها وجود في الوقت الحالي. بس قبل ما نبدأ الحلقة دي في معلومة صغيرة هقولك عليها علشان ما تتوهش مني. كوكب الأرض عدى عليه أكتر من حقبة زمنية وأكتر من عصر، وما اقصدش هنا عصر الفراعنة مثلا او عصر البطالمة، لكن في عصور كتيرة جدا اقدمها من اكتر من 3200 مليون سنة فات، وقت ما ظهرت الفطريات والمخلوقات الصغيرة على كوكب الارض. وموضوع العصور ده موضوع كبير ويطول شرحه، وممكن ابقى اعمل لك حلقة مخصوصة عنه قريب باذن الله. الديناصورات ما كانتش مجرد كائنات حية عايشة على الارض، بل سيطرت على كوكب الارض لفترة طويلة من الزمن، وظهرت من حوالي 230 مليون سنة فاتوا، وانتهوا في نهاية عصر اسمه العصر الطباشيري، وده كان من حوالي 65 مليون سنة. والديناصورات تعتبر من أكتر فصائل الحيوانات أنواع، واللي وصلت لحوالي 9000 نوع مختلفين عن بعض، ومنها اللي كان بيعيش على اللحوم، وفي برضه منها اللي كان بيعيش على الأعشاب وبس. وطبعا شفنا أفلام كتير فيها موضوع الديناصورات ده، وده إن كان دليل فهو بيدل على إن الديناصورات ما زالت مؤثرة في البشر لحد دلوقتي. بس النهاردة أنا جاي هقولك على شوية حقائق عن الديناصورات يمكن تكون أول مرة تسمع عنها. لما اقولك ان الديناصورات كانت محتاجة شامبو من اللي احنا بنستعمله دلوقتي، ما تستغربش وتقول يا عم الراجل ده بيقول ايه. كان في بعض انواع معينة من الديناصورات كانت بتمتلك الريش زيها زي الطيور اللي موجودة دلوقتي، ومن اشهر انواع الديناصورات دي ديناصور اسمه اركيوباتريكس، واللي تم اكتشاف الاحفورة الخاصة بيه سنة 1861. والديناصور ده كان بيجمع شوية من صفات الديناصورات زي الديل الطويل وشكل الصدر والفكين، وشوية من صفات الطيور زي الأجنحة وتركيب الرجلين. ويقال إن الطيور اللي موجودة دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه موجودة نتيجة تطور الكائن ده عبر الزمن. ومن أغرب الحقائق العلمية عن الديناصورات الطائرة إن جسمها كان بيكون قشرة زي قشرة الشعر كده، اللي هي موجودة في الإنسان بالظبط. ومن حوالي 145 مليون سنة فاتوا كان في عصر اسمه العصر الجراسي. في الوقت ده كانت الديناصورات اللي عندها ريش وبتطير كانت مزدهرة حبتين، واللي حصل إن كانت في رقائق محملة بالدهون موجودة على جلود الديناصورات دي، وكانت زي نظام تبريد كده معمول في جسم الطائر. وكانت القشور دي زي قشور الإنسان محملة بمادة الكيراتين، وهو بروتين ليفي قوي بيصنع الشعر والقرون والحوافر. والديناصورات كانت بتتخلص من جلدها وتبدله زي السحالي، لكن عن طريق إلقاء القشرة اللي احنا اتكلمنا عليها دلوقتي. للأسف لفترة طويلة اتظلمت فئة معينة من الديناصورات، وتم اتهامها على انها بتسرق البيض بتاع زمايلها التانيين، لدرجة انها اتسمت بسارقات البيض. وهي مجموعة من الديناصورات عندها ريش ومخلب قوي وجماجم قصيرة ومنقار شبه المنقار اللي هو موجود في البغبغانات دلوقتي. وسبب ظلمنا ليها انه تم اكتشاف العديد من الحفريات ليها وهي قاعدة على حاجات زي البيض كده، وكان بيتقال عليها انها سرقاه، لكن الواقع انها كانت مجرد انها بتحتضن البيض ده مش اكتر. وفي الغالب العش بتاعها كان بيحتوي على 22 بيضة تقريبا، ويقال انها اتطورت لحد ما وصلت دلوقتي للطيور اللي ما بتعرفش الطيران زي الفراخ والديوك الرومي وغيرهم. يعني من الاخر احنا المفروض نعتذر لها ونتأسف للفراخ البلدي كمان. ممكن تسمع عن واحد مخه تخين، انا معاك في دي، لكن ما اعتقدش اننا هنسمع عن ديناصور جلده تخين. الهادروسوريات هي مجموعة من الديناصورات اللي عاشت في العصر الطباشيري لكوكب الارض، واتسمت في وسط المجتمع العلمي ببطيات المنقار، واتقال كده بسبب انها عندها منقار شبه منقار البطة اللي موجودة دلوقتي. ومن اسباب شهرة النوع ده من الديناصورات ان حفرياتها كانوا بيلاقوها جلدها تقريبا معظمه زي ما هو رغم مرور ملايين السنين عليه. طيب يا عم كريبتون ده ازاي يعني حصل؟ انا هقول لك. المجتمع العلمي قدم اسباب ممكن تكون تفسير للي حصل ده. اولا قالوا ان الديناصورات دي على الاغلب عاشت بجانب الانهار، وبعد ما ماتت كونت عليها الرواسب، وده ادى للاحتفاظ بالجلد طول الفترة دي. والسبب التاني واللي من وجهة نظري انا شايفه اكتر اقناعا ان اصلا النوع ده بيمتلك جلد قوي جدا وسميك عن الديناصورات التانية، والعلماء شايفين ان جلدها ده
كان ممكن يكفي ان هو يغطي عربية بحالها. وعموما لحد دلوقتي مفيش سبب استقروا عليه، لكن نتمنى ان هم يلاقوا حفريات تانية والموضوع يوضح لنا اكتر. المثل اللي بيقول صغير لكن يحير هو بصراحة مثل روش، لكن في مجال علوم الحيوان المثل ده فعلا صحيح. كل ما كائن حي يكون حجمه أصغر كل ما بيزداد صعوبة في استكشافه وفهم آليته ودراسته كمان ومعرفة إزاي بيعيش في البيئة اللي حواليه. ويمكن واحد من أغرب أنواع الديناصورات وهو أصغرهم على الإطلاق، والحقيقة أنا حاولت بكل الطرق إن أنا أنطق اسمه لكن اسمه أكبر منه هو شخصيا، فأنا هسيبهولك قدامك دلوقتي وبقى قابلني اذا عرفت تنطقه. المهم ان الديناصور ده كان في حجم طائر الطنان تقريبا، ولو عايز تعرف اكتر عن طائر الطنان ممكن تروح لحلقة حيوانات غريبة وفي جزء انا مخصصه عن الطائر ده. المهم تم اكتشاف احفورة الديناصور ده في مدينة ميانمار او اللي بيتقال عليها بورما دلوقتي، والاحفورة دي عمرها حوالي 99 مليون سنة. ويقال ان الفئة دي من الديناصورات كانت نشطة جدا خلال النهار وليها عيون زي عيون السحلية كده شوية، وكمان كان عندها فم مليان بالأسنان، وكمان كانوا بيقدروا يعيشوا على الموارد البيئية اللي موجودة حواليهم أو حتى يسرقوهم من إخواتهم الديناصورات التانيين، وهم حجمهم كان أصغر من كف الإيد، وكمان كان عندهم ريش. وبالرغم من صغر حجمه ده إلا إنه من أندر أنواع الديناصورات وكمان أصغرهم، ومازال العلم بيحاول يعرف عنه أكتر وأكتر، وأكيد في يوم هنوصل لمعلومات عنها هتفيد البشرية كلها. في اي فيلم كرتون او اي فيلم عموما بيحكي عن الديناصورات بتلاقي ان كوكب الارض بالكامل كانت الديناصورات محتلاه وما سابتش فيه مكان الا لما سكنت فيه. بس واقعيا ده كلام غير صحيح بالمره، زي ما كلنا عارفين ان الكره الارضيه فيها خط وهمي بيقسم الكره الارضيه لنصين الا وهو خط الاستواء. وايام الديناصورات كانت منطقه خط الاستواء دي عباره عن جحيم. كان ثاني اكسيد الكربون في الغلاف الجوي في المنطقه دي اعلى ب6 مرات بحالهم عن دلوقتي، يعني احتباس حراري وسخونة وصحراء قاحلة وصعوبة كبيرة جدا انك تلاقي اي مظهر من مظاهر الحياة. وبسبب الحرارة حصلت حرائق التهمت الغابات والاشجار وكمان الحقت اضرار بالتربة. ويمكن اللي قدر يسكن المنطقة دي في الوقت ده هي الديناصورات الصغيرة في الحجم اللي بالعافية قدرت انها تنجو من الجحيم ده. لو بتجري ومن كلب روشت عليه في الشارع هتطير بأقصى سرعتك عشان بس تنجو من العضة بتاعته، لكن تخيل لو ديناصور اللي بيجري وراك ما تخافش لأنه ممكن ما يلحقش يجيبك من الأساس. علميا كل ما يزيد حجم الكائن الحي بتقل فرصته إنه هو يجري بشكل أسرع، وده بسبب إنه بيستنفذ طاقة أكبر في حرق الأكسجين اللي موجود في جسمه عشان يستهلك طاقته في الجري. التيرانوسور أو بيتقال عليه تيركس هو أحد أكبر أكلات اللحوم البرية على الإطلاق، وبتتواجد أكبر عينة كاملة ليه في المتحف الميداني للتاريخ الطبيعي في ولاية شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية. ووزنه كان بيتراوح من 8 طن لحد 14 طن، وهو واحد من أشهر أنواع الديناصورات، ودايما كان بيطلع في الأفلام في دور الديناصور الشرير. بس يعني هي دي طبيعته وهي دي فطرته اللي ربنا خلقه عليها، هو مش شرير ولا حاجة. المهم إن سرعة الديناصور ده كانت ممكن توصل لحوالي 16 ميل بسبب حجمه وضخامة جسمه، والإنسان ممكن يوصل في الجري لسرعة 15 ميل في الساعة وده في المتوسط. يعني لو إنسان بيطارده تيركس ممكن الإنسان ده لو جه على نفسه شوية هيسبق الديناصور نفسه. وعموما دي مش حاجة هنقدر نشوفها بعيننا في الوقت الحالي، لكن اللي تقدر تشوفه دلوقتي المصادر اللي في خانة الوصف. ولو عجبتك الحلقة وحابب نعمل جزء تاني منها سيب لنا رأيك في الكومنتات، وما تنساش تشوف الحلقات اللي فاتت وتستنى الحلقات الجديدة، واشوفك في الحلقة الجاية.